بسم الله الرحمن الرحيم. من زهور جنائن قناة رابطة عزف الأقلام العربية باقات معطرة ننثرها لتعطر يومكم محبينا ومتابعينا في حلقة جديدة وبرنامج من الحياة. مؤسسها الشاعر سيد منير عطية، إعداد وتقديم سلوى علي، إخراج أحمد منير. أعزائنا، كما عودناكم نقدم أولا نبذة عن حياة الضيف. ضيفة الحلقة لهذا اليوم من سوريا بلاد الياسمين، تحمل إجازة في الفلسفة اختصاص علم النفس من جامعة دمشق، حيث بدأت العمل بعد إنهاء دراستها في المركز الثقافي العربي في سلمية، ومن ثم أمينة مكتب ورئيسة مركز ثقافي سنة 2006، وعادت أدراجها إلى أمانة المكتبة. تهتم بعلوم النفسية وبتطوراتها، ولها ولع خاص بالتراث الجيد وتمقت التراث الرديء. تحب النثر وتستهويها القصص المنمقة. نشرت بعض انفعالاتها وهواجسها في عدة صحف محلية وعربية، ولها اهتمامات بالمواضيع المعاصرة، سواء كانت تربوية أو اجتماعية أو أدبية، وشاركت بتقديم المحاضرات الثقافية والاجتماعية والتي تبحث في تراث مدينة سلمية، مثل مشكلات الطفولة المبكرة، التعليم في بدايات القرن الماضي في سلمية، غياب المرأة، تهميش دور المرأة. كما شاركت في المؤتمر التاريخي الذي عقد في حماة عام 2008، الوشم والزينة قطوف من الورق. ولها دراسات عن بعض الشعراء والكتاب المعروفين كسليمان عواد ومحمد الماغوط ومحمد حيدر. كما حصلت على دبلوم من مؤسسة ثقافية في لبنان عام 2006 عن بعض موضوعات التي تناولتها. كما كتبت بعض الأحمال المسرحية، ولها 5 أعمال معدة للطبع: غياب المرأة، وثقافة خاوية، والكل أنا، وإبداع بلون الشفق، والسعادة في مكان آخر. إنها الأديبة والشاعرة والقاصة ندى محمد عادلة. هي شمعة تحترق كي تذوب بعذوبة في الكلمة الطيبة، ذوق واسع وطابع جمالي، تنسج مفرداتها من خلال الواقع، إذ تصهره وتشكله خيوطا من ذهب برؤية فكرية ثقافية، يختلط فيها الشعر والقصة واللهفة والنشوة. تعالوا معنا نتجول بين سطور كلماتها بقصيدة بعنوان توقف أيها الزمن. خفف الوطأ يا زمن الشقاء، وقبل أن تسرق أو ينهب العفريت والمارد تلالك وجبالك، سوف أحكي لك حكاية الحرية الشقية، لتنام في الخيم بدل النوم في العراء. كنت بعيدا عن أسئلتي وتتجاهل كل أجوبتي، وكانت المدينة تنطفئ، ومع ذلك سأغني لك وأرمي جراحك. الصباحات تأتي في مقدمها الدم، ماذا في ذاكرتي غير شرفة تحاول سرقة أحلامي المتبقية؟ أتابع يومياتك المدمرة، أحاول أن لا أدمر لغتي، أصر على العيش بما تبقى من أنفاسي على ذكراك. كم من العقول احترقت، كم من البيوت دمرت، ثمة ما يزهر دائما في ذاكرتي، وما بقي من ملامح الشمس سوف يرجع. سيهدينا الشتاء القادم مطرا داميا، سيهدينا الصيف القادم بقايا من شظايا الشمس. وأنا الآن بكل عنفوان الأنثى سأحتضن مدينتي الممزقة بكل الدفء المبهم. سأحكي بحرية عن الملح والسكر والخبز والزيتون. سأهرب
من حال إلى حال آخر. لماذا يكون الأحمر للحب والموت؟ لماذا يبقى الدم حكاية وطني الجميلة؟ سأكون شاهدة أو نصف شاهدة، لأنني أنثى وأخفو على حرائق وطن يتصارع فيه الحور والبلسان والورد مع البنفسج والريحان. تحاكي الأرض عن سماء بلا رذاذ بلا سحاب، أرض مشققة اليدين غائرة العينين، تتفجر طفولتي الحرة في كل يوم، وأصرخ في غياب الآخر. ليس لدينا ماء ولا بحار ولا أنهار، كيف نرتقي ورموزنا مالحة وفواصلنا مزعجة في رغب هذه الطحالب التي تزين شفاه المغادرين والقادمين. كم سنة تفصلني عن الزمن لأحول مقرات الأحزاب والأطناب لناد للمتنبي، لابن سينا والفارابي، وما تبقى مكتبات. كم تبقى لي من الزمن لأهدي الوطن نارا بلا حريق؟ كم تبقى لي من الزمن لأهدي الوطن نارا بلا حريق وماء ليس فيه ظمأ؟ كم من الوقت يلزمنا جميعا ليكون الحب زينة الأرصفة والبيوت والحكايات؟ كم من الزمن ينقصنا لتكون الحروف العاشقة دليلا إلى النهر والنبع، وإلى امرأة تمنح الحياة فاكهة الصيف والشتاء. أقف هنا وأتقدم بشكري وتقديري للأديبة والشاعرة القاصة ندى محمد عادلة، أول الأصوات من الأديبات المشاركة ببرنامج من الحياة، لاستجابتها الدعوة والمشاركة في حوار اليوم. باقات من الياسمين لك شاعرتنا، فأهلا وسهلا بك بيننا. مساء الخير. بداية اسمحي لي أن أشكرك جدا سيدتي الكريمة سلوى الشاعرة الأنيقة، وأشكر السيد منير عطية مدير القناة، وجميع العاملين والإداريين في قناتكم الغراء رابط عزف الأقلام العربية. أهلا وسهلا بكم. أول سؤالي أديبتنا العزيزة، كيف تعبر عن اللغة ندى عادلة؟ اللغة يا صديقتي نوري وضيائي ومسعفتي، اللغة هي التي تحتضن حكاياتنا المستحيلة، هي التي تحنو على جسدنا وتدندن على حواسنا. من قلقنا تخرج اللغة، من فرحنا تخرج اللغة. قد يرتقي الشعراء إلى الحب والحرية، إلى الفضيلة، إلى العدالة بالشعر والأدب والمسرح. اللغة سيدة الأدب، اللغة هي تمثلني بما أنا فيه، وقد أستطيع خلقها وإعادة تشكيلها. اللغة تشعل شرارات في بعض النصوص وفي الأجساد المحنطة، ولكل عصر أحيانا مفرداته. لقد كانت اللغة في العصر الجاهلي سحر من الألفاظ، والقرآن الكريم بآياته الكريمة من مفردات الشعر الجاهلي. اقرأي دريد بن الصمة، اقرأي امرؤ القيس. اللغة هي الباقية ونحن الراحلون، وتبقى القداسة للكلمة، الكلمة اللغة ذخر تجربة شاملة يستخلص منها الكاتب جمالها وهدوءها حدتها. ولا أحد يعرف قيمة الكلمة وجرسها وعمقها أكثر من الشاعر. إنه يقتنص التفكير المكنوز داخل اللغة. اللغة تضم الحق والوجود، ولها القدرة على الفصل والتحليل والتركيب، ليس إلا. إذن هل يمكننا أن نقول بأنك تجدين الشعر متنفسا لك؟ سؤال جميل. لم يفتن الشعر أمة أكثر من الأمة العربية منذ الجاهلية وحتى اليوم، وحتى الوثنية لم تعرف إلا إله واحد هو الجمال، وخلقه الشعراء بالفن والشعر والأدب. الشعر ذوق يغري العاطفة
فن روحي يطلق جميع الحواس المرهفة، جنون الوعي واللاوعي، الممكن والغير ممكن، خلق جديد لتجديد آخر. الشاعر لا يصف الطبيعة، هي موجودة بقدرة الله وموصوفة أمام العين، ولكن الشاعر الحداثوي يخلق طبيعة أخرى وعالم آخر. الشعر باقات من الألوان والإحساس المتجدد، يسمو على كل شيء. على الشاعر برأيي أن يرتوي ثقافة حتى يقدم خمرة الفن جميلة وممتعة من ثقافته وعاطفته النابضة بالجمال الإنساني. وبرأيي الشعر جمال ومتعة، الشعر ثورة، الشعر حياة. الشاعر هو من يخلق كما أسلفت عالما جديدا. أليست الثورات الأوروبية وليدة مخيلة الشعراء؟ الثورة الفرنسية بالذات. يستحضرني الشاعر الكبير اليوت عندما قال: الشاعر العظيم يزعج قارئه أكثر مما يبهجه. إن قراءة قصيدة عظيمة نوع من أنواع المخاض، من أنواع الميلاد. نحن نعيش بعصر قائم على الحروب يا عزيزتي، والرعب يجب أن يكون على الحروب والرعب، ويجب أن يكون الشعر انعكاس لهذه الحياة. إنه الأمل في أن تستيقظ الروح، وهذا ما يحاوله الشعر الحديث بالقصيدة الحرة برأيي، التي تتضمن كل معطيات النفس والشعور بالكثافة، باللجوء أحيانا إلى الرموز، إلى الخرافة، إلى الأسطورة، بالإسقاط. وأقول مرة أخرى: الشعر سحر، ويتصل مباشرة بالهزة النفسية وبالدهشة وبالعجب، وهو أيضا رفع الحجاب عن الجمال الكامن حولنا. الشعر هو صورة وكتابة ورمز، وهو من أهم أسرار الشاعر الموفق. من ديواني أرتوي من ضحكاتكم. معك ولك كالخبز الذي تقطعه في كل وجبة، كرشفة ماء في زنزانة، كنار توقدها في تراب الطهر، كإعصار عنفك في وجبة المساء. الزمن يكتمل بك كغبار الصحراء. أنت انعدام للرؤيا أيها العاشق في زمن النزوح وهجرة الروح. رويدا رويدا ترفق، غطي عورة النخل من سعف أشلائها قبل الصلاة وقبل أن تنز وتنزف الحروف. فمك الملطخ بخيوط الشمس يلون المسافات بالضوء. أحاول معك تلوين الاشتياق من صعود اللهب أيها الأكثر حبا من الشوق. أكتوي بفواصل التأمل، أتابع الصعود معك للتحرر من كبرياء المعنى. لا تشعل العصور، أيقظ الفصول من عمق الأرض، من حطب خاطري. أشعل السحاب من أجنحة الحمام. أنت متعب شقي تلملم الشظايا من تضاريس الأرض. أنت من يشعل الضوء في جفاف القلب دون لهب. ولن أكون إلا ثورتك المدللة. سأبتل من أجل إيمانك بماء الأرض دون ملل أو تعب. شكرا لكم. سؤالي هذه المرة: هل تتعامل ندى محمد عادلة مع الإبداع بظاهرة المجاملات المتعارف عليها في شبكات التواصل الاجتماعي؟ جميل هذا السؤال، سؤال عصري. شبكة التواصل الاجتماعي يا عزيزتي سلوى لي رأي فيها، وقد لا يعجب الكثيرين، ولكن لها الإيجاب ولها السلب. الإيجاب لها الفضل الكبير بأنها عرفتنا على المبدعين والشعراء العرب في الأقطار العربية،
للأسف لم أكن أعرف سلوى، لم أكن أعرف عطية، لم أكن أعرف الشاعر فلان، لن أذكر أحد حتى لا يزعل الآخر. لم أكن أعرف هذا الحشد الجميل من الشعراء في العراق أو في مصر أو الأردن وفلسطين. للأسف دور الثقافة في الأقطار العربية كانت مقصرة جدا في المهرجانات الشعرية، في المهرجانات الأدبية، والتعريف بشعراء الوطن. ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي نقرأ المجاملات، والمجاملات أحيانا مطلوبة لبعض الشعراء الشباب وتحفيزهم والأخذ بيدهم، وهذا ليس خطأ. لقد شجعت أكثر من شاعر شاب ووصلوا إلى مرحلة جيدة من الكتابة. ولكن طبعا أنا برأيي النص الجميل والنصوص الجميلة والمدهشة لا تحتاج إلى مجاملات، تفرض نفسها على القارئ وتقتلعه من جذوره. وهناك نقطة هامة لا بد من إبرازها، وهو أن هناك شعراء صادقون في التعبير عن تجاربهم الحية، وهناك المقلدون. ولا أجامل الشاعر الكبير لأنه ليس بحاجة إلى مجاملة، ولكن قد تكون المجاملات بقضايا أخرى، ببوست جميل، بلايك، بكلمة جميلة رقيقة، وهذا لا أعتقد أنه يؤثر على تطور الأدب أو على غزارته أو على جماليته. المجاملة مطلوبة، ولكن بشيء من الوعي، بشيء من الإدراك، لا أكثر من ذلك. والشعر الجميل كما قلت لك يفرض نفسه على القارئ ويخترقه حتى الأعماق، ولا يمكن أن تجاملي به بأي وقت وبأي نص. لا يمكن المجاملة بالشعر الجميل. سيدتي، مما سبق عرفنا أنك تكتبين بمجالات أخرى غير الشعر. سؤالي: أي المرافق الذي تجدين فيه ذاتك؟ عزيزتي سلوى، سؤالك جميل ورائع. الكتابة لها مساحات كبيرة في هذا الوقت، لصرخات الراهن، لهمسات النفس، لتبدلات الجسد. الكتابة تجسيد لحالة الوعي الذاتي والعام. الكتابة في أكثر الأحيان حقيقة وجوهر نتطلع إليها جميعا ككتاب أو شعراء. تسكننا الكتابة ونسكنها، نبحث عن الحقيقة بها. أنا بدأت الكتابة بوقت متأخر من حياتي، تزوجت بعد الثانوية بالذات، وانتسبت إلى جامعة دمشق، وانهيت دراستي مع إنجاب 4 أولاد ذكور وإناث. كانت دراستي حرة بالبيت، لا أذهب للجامعة إلا وقت الامتحان، وكان البيت والأولاد وتربيتهم وتعليمهم أهم من كل شؤون الحياة بالنسبة لي. وبعد أن شعرت أنهم وصلوا إلى بر الأمان وحصلوا على شهاداتهم الجامعية مثلي، التفت إلى نفسي، إلى هواياتي، إلى طموحي. كنت أكتب في جميع مراحل دراستي، وكان أساتذة اللغة العربية يشدون على يدي. أكتب ولكن لا أحتفظ بشيء إلا القليل، ولكن شعرت أن لدي الكثير من الأفكار يجب أن تخرج وتصل إلى الآخرين، ربما تنفع، ربما أحصل من ورائها على راحة نفسية. الكتاب راحة للنفس كما أشرت وقلت سابقا. الكتاب متعة. بدأت بالمقالة بتشجيع من أخوتي، جميعهم يعملون بالصحافة المكتوبة. بدأت بالمقالة التي لها كثير من الأبواب. ممكن أن تضعي في المقالة 3 أو 4 أفكار تربوية أو سياسية أو أدبية نقدية ما. وأعتقد من يكتب يجد نفسه في كل نص يلامس وجدانه ويلامس قلبه
ويلامس قلب المتلقي أيضا. وأنا أجد نفسي في كل جميل وممتع، أجد نفسي في أي نص، سواء كان قديم، سواء كان حديث، شعر حديث، أو نص مسرحي أو أدبي. ولكن أتصور أن القصيدة النثرية الحرة هي الأجمل وهي الأقوى وهي الأمتع بالنسبة لي. أعزائنا، كنا معكم نتجول بين جنائن زهور أديبتنا وشاعرتنا ندى عادلة، وتمعنا بمناظرها وشذا عبيرها، فمنا لها جزيل الشكر والعرفان لاستجابتها بيننا. لك منا حسن من الجور لما أثريتنا بها من أجوبة، فكل الشكر سيدتي. عزيزتي سلوى، أشكرك جدا على هذا اللقاء الممتع، أشكرك من قلبي، وأشكر هذه القناة الغراء، أشكر قناتكم الموقرة الثقافية، رابطة عزف الأقلام العربية في عصر قلت فيه القنوات الثقافية. محبتي لكم، ودمتم ذخرا للأدب والفن والجمال.